بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أشكركم في البداية على التفاعل المستمر منكم، على اللايكات، على السبسكريبشن، على الكومنتات. تفاعل يعني صراحة يثلج الصدر، ولو كان يعني لسه في البداية. نحن القناة عندنا برضو في البداية، لكن برضو يعني أشكركم على ذلك، على التفاعل اللي تسوونه. تحية لكم الحقيقة على المشاهدات. آه، نبدأ درسنا اليوم في تعليم اللغة السندية ونعرض الشرائح. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأذكركم في البداية زي كل مرة سووا سبسكريبشن ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يكون لنا تحفيز ولمواصلة الدروس القادمة إن شاء الله. الدرس 21 وهو عن الأماكن والبنايات العامة باللغة السندية. هذه كلها مفردات وكلمات زي ما تعرفون جالسين نتعلمها. إن شاء الله بعد الدرس 25 يعني من الدرس السادس والعشرين راح نجيب لكم مواضيع شيقة أخرى، وهي عن الجمل الصغيرة، تركيب الجمل الصغيرة، كيف نتكلم جمل صغيرة. او ان شاء الله راح يكون فيها مشاهدات، يعني هتكون مصورة في الخارج، يعني ما تكون زي كذا داخل الشاشة جالسين نتكلم زي الآن، لكن راح نطلع برا ان شاء الله ونجيب ممثلين يعني ونصور ايش اسمه، اللهم صل على النبي، الجمل بإذن الله عز وجل، عشان يكون أقرب للفهم. كيفية النطق باللغة السندية، بكلمات اللغة السندية، وبعدين الجمل كمان إن شاء الله. الدرس 21 الأماكن والبنايات العامة باللغة السندية. أول عندنا الكلمة وهي زمينة. زمينة أي الأرض. زمينة أي الأرض. سمنت. سمنت أي الإسمنت. سمندر. سمندر أي البحر. هذا أخونا الأخ إبراهيم في دولة الأردن الشقيقة على البحر الميت، فكانت الصورة مناسبة للبحر فأرسلها لي، الله يجزاه بالخير، عشان نحطها في الدرس. وهذا برضو يعني تحفيز لنا الحقيقة، يعني الإخوة اللي جالسين يحفزونا يتابعونا في الفيسبوك وفي اليوتيوب. برضو يعني هذا ربط يعني بيننا وبين المتابعين ولله الحمد. عندنا الكلمة دهنده. دهنده أي البحيرة. بارليامنت. بارليامنت أي البرلمان. باغ. باغ أي البستان. وهذا برضو أخونا إبراهيم الله يحفظه في الأردن، في البستان ما شاء الله، مع بستان العنب. الله يحفظهم ويحفظ دولة الأردن الشقيقة ويحفظ كل بلاد المسلمين. دكان. دكان أي البقالة. ATM. ATM الصراف. كوه. كوه البئر. चौक أو चौरंगी. चौक أو चौरंगी التقاطع أو الدائري. يونيفرسيتي. يونيفرسيتي أي الجامعة. पैदल हलण जी पुल. पैदल हलण जी पुल أي جسر المشاة. पैदल हलण जी सुरंग. पैदल हलण जी सुरंग أي نفق المشاة. पुल. पुल أي الجسر. चिड़ियाघर. चिड़ियाघर أي حديقة الحيوانات. वाड़ो أي الحظيرة. खड्ड. खड्ड أي الحفرة. पोख.
بوك الحقل. بوليتري فارم، بوليتري فارم أي حقول الدواجن. نقشو، نقشو الخريطة. خيمو، خيمو الخيمة. بينت، بينت الدهان أو الطلاء. سمندر كنارو، سمندر كنارو الساحل أو الشاطئ. جيل، جيل السجن. डैम, डैम السد. घंटी घिटी, घिटी أي سكة أو زقاق أو الشارع. آسمان أي السماء. سبزي मंडी سوق الخضروات. मच्छी मार्केट سوق السمك. फ्रूट मंडी سوق الفواكه. गोश्त मार्केट سوق اللحم. रोड أو رستو أي الشارع. गैलरी الشرفة. آبشار الشلال. شادي هال صالة الأفراح. पोस्ट बक्स أي صندوق البريد. मेडिकल स्टोर أي الصيدلية. كلينيك العيادة أو المستوصف. چشمو العين اللي ينبع منه الماء. أوتاق غرفة الضيوف. أقور الفناء، فناء البيت. قنبذ القبة. قوت القرية. غار الكهف. झूपड़ी كوخ. अजायब घर المتحف. बस अड्डो أو बस स्टॉप أي محطة الحافلات. रेलवे स्टेशन محطة القطار. पेट्रोल पंप محطة الوقود أو محطة البنزين. عدالة المحكمة. قدام أي مخزن أو مستودع. مدرسو أو اسكول أي المدرسة. شهر المدينة. थानो مركز الشرطة. اسبتال المستشفى. مسجد المسجد. फैक्ट्री المصنع. गाड़िन जो कारखानों मसना सयारात. हवाई अड्डो أو एयरपोर्ट المطار. शोरूम معرض سيارات. बुक स्टॉल معرض كتب. इंस्टीट्यूट المعهد. मुकाम أو قبرستان المقبرة. آفيس مكتب. पोस्ट ऑफिस مكتب البريد. लाइब्रेरी المكتبة. स्टेडियम ملعب. डाइस أو स्टेज المنصة. बंदरगाह मीना. क्लब نادي. فوارو نافورة. وهكذا انتهى درسنا اليوم، والذي كان عن الأماكن والبنايات باللغة السندية. إن شاء الله يكون أعجبكم. في الأخير أتمنى أن تفعلوا تعملوا سبسكريبشن ولايك وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.